فيها الاصفر والاحمر والاخضر، لك ما عدا النكهه. اذا الالوان هيك شلون النكهه؟ شوف لي على اللون، شوف لي على الشطه، شوف لي على المطه. تصير الدرا مع الفطر والفطر مع الدجاج والفليفله مع البصل والبصل مع الفليفله. فوركه بس كثير ناشفه المقدمه. بنحط الفيش، بنحط فرش بيعطيها نكهه كثير. كب الزعتر عادي، اللي ما عنده عبده يدق له يجيب له عبده. كثير سخنه ما حقدر اكل. ما عرفتي اكل بهي ولا بهي؟ داي سخنه والله سخنه. ورمضان كريم. اليوم وصفتنا كتير مختلفة عن المعتاد. فينا نقدمها بشهر رمضان المبارك على سفرتنا كنوع من نوع المقبلات مثلا، أو فيك تقدمها كوجبة لأنه كتير غنية وفيها الأصناف كتير اللي نحن بنحبها بقلبها، مثل الدجاج، فطر الدرا والجبنة. حطوا لنا لايك واكتبوا لنا بالتعليقات، وتعالوا معي لأرجيكم شلون بتتحضر بأسرع وقت ممكن. وأول شغلة معنا بهي الطريقة نجيب الدجاج ومننظفه كالعادة. نشيل الفتيلة نفصلها عن الصدر، نجيب الصدر نعمل له هيك أول شيء، نتخلص من العرق. هذا العرق كتير بيطلع بالأكل، يعني بيقرط قرط، فبنتخلص منه. وهي بنعملها على شكل 8 بيطلع معنا العرق، وهذا العرق نتخلص إذا فيه من الدم. لازم الدجاج تعرف من وين انت بتجيبه. هاي الفتيلة عرق فيها، شمل العرق كمان. نجيب الشرحة الثانية، بسم الله. تعشف لي العرق، هذا بتاخده من هون، بتاخده هيك بالسكين تشيل لي اياه هيك. شايف شلون قام معنا بكل سهولة؟ تخلص منه. لازم المصدر اللي الدجاج بتجيبه تعرف من وين. مصدر خالص هون معنا فتيلتين كمان ننظفها. وبعد ما نظفنا صار معنا بهذا الشكل، لازم نقطعه. هلا بنشرح الصدر عنا بالنص بهذا الشكل، وبناخده اقلام للصدر هيك، يعني بهذا الشكل، لا يكون سميك ولا يكون تخين. يعني هي الأكلة بتتحضر معاكم تقريبا بدون مبالغة بربع ساعة نص ساعة. وبدنا نقطعها بشكل مكعبات بينما ما خلصنا بالطول. أنا بالفيديوهات السابقة حاط لكم إنه الدجاج فينا ننقعه بحليب من مدة ساعة لساعتين، بصير معنا طري، يعني صدر الدجاج بيطلع طري. وهم شغلة بالدجاج، هي معلومة دائما احفظها بذاكرتك، الدجاج ما بننزله على حرارة باردة، بننزله على حرارة عالية، يعني الزبدة أو الزيت يكون معنا حرارته عالية مشان ما تطلع عصارة الدجاج لبرا، مية الدجاج التم معنا جوسي فيها عصارة. هلا بورجيكم بالفيديو شلون. بعد ما قطعناه بنشغل غاز ما تشتغل، بنشغله وبنضيف الزيت أبيض تقريبا 100 جرام و50 جرام زبدة. هلا بنحط الدجاجات معنا هون، وبينما تدوب عنا الزبدة والزيت شلنا الصدور على جنب. وهلا بنقطع خضرتنا مشان نكسب الوقت. قرن الفلفل بنجيبه ونوقفه هيك ونشرح هيك لا بتكب منه شي مشان يطلع معك اقلام بكل سهولة. جيب لي الصفرة. شوفي عندك فلفل الوان حط، مو ضروري تتقيد بنفس هي الالوان اللي جايبها. عندك خضرة بيمشي الحال الخضرة، عندك حمرة بيمشي الحال حمرة، عندك الثلاثة حط الثلاثة. هلا بتقطع لي هون هيك. تعال شوف التقطيع، لا تشرحها هي على هذا الجنب لانه قاسي، بتجرحها على هذا الجنب اقلام نفس تقطيعة الدجاج ومكعبات صغيرة. وبعد ما قطعنا الفليفلات هلا بنقطع، بنجيب بصلة نقطع
اذا ما بتحب البصل عادي لا تحط بصل، بس انا بحب البصل، هي طيبة البصل فيها. نقشرها. هلا شوف شلون الزبدة والزيت بلشوا يحموا عندي. هلا بننزل الدجاج عليهم. بسم الله. نعمل له التقليبة البسيطة. تمام. نرجع بنقطع البصلة، نقطعها لمكعبات صغيرة الفليفلة بهذا الشكل. بناخد نص البصلة وننزل فيهم هيك. بسم الله. يطلع معنا بهذا الشكل. هاي الفرمة اللي بدنا اياها مثل تبع البصل، يعني فرمتها بتكون الدجاج والفليفلة والبصل مثل بعضهم. وبعد ما نزلنا الدجاج على حرارة عالية بالمقلاية، بنحمل بايدنا توم بصل بودرة، زعتر اخضر بيعطينا نكهة كثير، كب الزعتر عادي، زعتر اخضر وهيل بننزلهم فوق يعطينا نكهة كثير. ونضيف عليها زنجبيل ناعم، ونضيف عليها الملح، ونضيف عليها الفلفل الابيض. وهي شغلة كتير اختيارية بس تعطينا نكهة كتير طيبة وبتكون اكلتنا على البكلة. الكاري تقولوا لي قد ايه حطينا بهارات. انا معي هون كيلو من الدجاج، حطيت معلقة من الملح، نص معلقة فلفل ابيض، نص معلقة توم بودرة، نص معلقة بصل بودرة، نص معلقة زنجبيل، زعتر أخضر نص معلقة، وكاري نص معلقة. بس الكاري مثل ما قلت لكم اختياري. بسم الله. مثل ما تاخد عنا الدجاج لون بننزل عليهم أول شي البصلة. هلا بفرجيكم شلون نشتغلها. مثل مو شايف قلت لكم بننزله على حرارة عالية للدجاج مشان ما تطلع عصارة تبعه ويتم معنا جوسي. وبعد ما حطينا الدجاج وقلبناه واخذ لون تحمير، تعال شوف لي القطعة، شوف الجوسي. اخر فيديو بقول اخر فيديو. مثل ما استوت عنا 70% الدجاج بننزل عليهم البصلة وبنعمل تحريكة بسيطة. الله والله شي ناي. اللي ما عنده عبده يدق له يجيب له عبده. واكيد بدنا شي قدامه صوص شي مرتب. حساوي لكم مايونيز ما يضايقكم برمضان. نجيب بولة ونجيب معنا الميكسر، او اذا عندك خلاط ما في مشكلة. بنجيب 400 ميلي من الحليب، نحطه عنا بالكسرولة، وبنجيب رشة ملح ورشة فلفل أبيض ورشة حمض بيعطينا حموضة كتير طيبة، نحطهم فوقهم. أسهل من هيك مايونيز وأطيب ما في. بنحط عصرة خردل وبننزل عليهم 200 ملي من الزيت خيط مشان ما يفرط معنا. بنحط هيك ونكبس. بسم الله. نفر. ننزل الزيت خيط لحتى يربط معانا المايونيز. بسم الله. شايفين بلش ياخد معنا القوام. شوف لي القوام. تاخد لي معلقة هيك. والله شي طيب. والله بتحس حالك كأنه عم تاكل لبنة مو مايونيز. صحي وبلا بيض واقل من 3 دقايق وبمكونين 3 بسيطين. جربوها، اسمعوا مني جربوها. هي الاكلات وباقي الاكلات. وبعد ما دبلت عنا البصله بننزل عليه بالفليفله. هيك تعال لي على الالوان احلاها. فيها الاصفر والاحمر والاخضر
لك ما عدا النكهة، اذا الالوان هيك شلون النكهة بننزل عليهم بالدرة كمان. شوف لي الله يبارك له، شوف لي الدرة. والفطر جيبه معلب، ما في مشكلة اذا ما عندك فريش، هي الاكلة ما بده فريش، معلب طيب، بس جيبه حبة كاملة انظف. قطع لي اياها بهالتقطيع بهذا الشكل 4 بدون دفة، ما بده دفة ولا شيء. تعمل لها هيك وبتعمل لها هيك، انزل معك هيك. وبعد ما قطعناهم وخلصنا بنعمل لهم اخر تقليبه. شوف لي على اللون، شوف لي على الشطه، شوف لي على المطه، ما شاء الله والله على البكله. بنرجعهم على الغوز، نتركهم 5 دقائق تقريبا لكل النكهات تتخابط مع بعضها، تصير الدرة مع الفطر والفطر مع الدجاج والفلفله مع البصل والبصل مع الفلفله. بتجيب لي فورمه او مقطع او زبديه اذا كان عندك، وبنجيب الخبز ده بس نجيبه من تحت، وبتجيب لي خبز صاج او تورتيلا، تحط لي اياهم هيك، تصفهم بشكل مرتب فوق بعض. بهذا الشكل عم اعطيك شغلات تدعي لي عليها برمضان. بنقسمهم بالنص بهذا الشكل، نجيب الفورمه ونقطعه بهذا الشكل، تطلع معانا بهذا الشكل. بتجيب هون حسب مقاس الخبزة تقطعهم هيك، آخر وحدة اليوم بنقيمهم بنستخدمهم بغير شغلة، فيك تستخدمهم بالفتات، تعمل لهم هيك، شوفوا أحلاهم، وبيطلعوا معاك بهذا الشكل، إن كان فورمة وإن كان زبدية، بهذا الشكل بدنا إياهم أكيد بهذا الشكل. وبعد ما استويت عنا الدجاج، هلا لازم وقت نصفها بالبيركس اللي قلت لكم عنه. بناخذ دجاجة هون، هلا شو بصير معنا هون؟ بتنزل تسقسق لي الخبزة هيك، بتحط ايدك بهذا الشكل، ترفع لي اياها هيك، شايف شلون؟ تكمش هيك، تقول بسم الله وبتحطها، بتظبطها هيك، تعمل لها هي الكبسة الصغيرة، تمام؟ بتجيبها لهون على البيركسة وبتثبتها بكاسة شاي أو فورمة يلي عندك. بنجيب على الثانية بنسقسقها كمان، بنجيبها هيك نحط بقلبها هيك، بس كبسة من هون، وبنجيبها لجنب اختها. وهلا بيان معانا آخر وحدة بنسقسقها، بتسقسقها كل ما سقسقتها كل ما أطيب. تاخد هيك مثل ما قلت لكم، برجع بقول لكم الطريقة، بتعمل لها هيك، تاخد هيك، تاخد دجاج مع الفطر مع كله، تعمل لها هيك وتنزل لي اياهم ببيتك ومطرحك، شايف شلون؟ هلا اللي بده معك زيادة دجاج او فطر تحط له. بعد ما خلصنا هالتحفة الفنية ناقصها شي، حقلكن شو هو ناقصنا؟ الموزاريلا والجبنة، خلطهم ببعض، الموزاريلا والجبنة، الاشقوان والموزاريلا، انا تنتين جبنة، شو واحدة لبنة وواحدة جبنة. يا رب نحط على كل وحدة شوي، هذا الشكل، هذا الشكل، شايفين شلون؟ طبعا نحن محمين الفرن تبعنا على اعلى درجة حرارة فوق وتحت، من 3 دقايق ل 5 دقايق تكون معنا. نحن بس بدنا تقرش معنا الخبزة وتدوب الجبنة مزبوط، نشويها بالفرن ونورجيكم شلون، وندوق ونقيم. وبعد ما زمر عنا الفرن وطوى لازم نطلع. يا لطيف، بنصحكم ما تشوفوا هالمنظر. بسم الله، مثل النار، ايدي احترقت والله. بنرفع هاد، تعال شوف لي على هالمنظر الخرافي، هالمنظر الخرافي. تعال شوف لي، تعال تاخذها هيك يا محمد وين، حط لها مايونيز، قلب المايونيز تحط المايونيز، تاخذ لي اياها هيك رواسي. روح جربها على السريع على البكله، ايه والله